بص انا لما عملت البوست دوت دخلت الناس دي نفس الكومنتات دي كتير قوي، نظريه مؤامره نظريه مؤامره نظريه مؤامره. طب تعالوا نشوف نفس الماتش المقاولين بس مع الاهلي مش مع الزمالك. بوم ضربه جزاء. نفسي تسمع صوت المذيع. المذيع حرفيا جاله بواسير ضربه جزاء. يعني بص 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 اللعيب بيحلف له بالتوراه وبالانجيل وبالقران انها مش ضربه جزاء، بس لا، للاهلي ممنوع الاقتراب او التصوير، ممنوع تلمس لعيب اهلاوي. بص بص ما جاش جنبه، ما لمسوش، والحكم بص الحكم جنب اللعبه جنب اللعبه وحسب له ضربه جزاء. انت متخيل يا مؤمن؟ اي لعيب اهلاوي ممنوع تلمسه، ممنوع تيجي جنبه، سيبه يجيب جول يا اما هياخد ضربه جزاء. هو ده القانون في مصر. بص مو صلاح، مو صلاح هيكذب، مو صلاح هيرمي بلاه. بص مو صلاح اهي ضربه جزاء في نفس الماتش مليون في المية ادى لمو صلاح انذار. بص مو صلاح قال له ايه؟ على الحكام، على اللعيبه، على اتحاد الكوره، على رابطه الانديه، على الدوري المصري والكل كليله، وساب البلد ومشي. مشيته فخر العرب منكم لله. انا مش عايز الحكام تعرض للزمالك ولا تعرض للاهلي. احكموا بالعدل. ليه تعطل الزمالك عشان ترضي الاهلي؟ انا على ما اعتقد ان جمهور الاهلي المحترم هيرفض الكلام ده.